أهلا وسهلا بكل متابعيني بكل مكان بمطبخ الشر. إن شاء الله جميعكم تكونوا بأحسن حال بأحسن ظروف. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل الكباب الهندي على أصوله. يلا نشوف المقادير ونسويه سوا. بلزمنا بصلة مفرومة ناعمة، ملح، فلفلة حمراء ناعمة مطحونة معلقة، ومعلقة بهارات مشكلة. وهلأ راح نضيف البهارات لكيلو لحمة كباب مفرومة ناعمة خالية من الدهون. ضفنا البصلة المفرومة ناعمة، وراح نضيف هلا الفليفلة، وراح نضيف الملح. انا حطيت معلقة ملح، انتو حسب الرغبة، وحطيت البهارات المشكلة اللي هي 7 بهارات. يلا هيك ندهكن مع بعضهم ينمزجوا ونشكلهم. هلا اصبحت عندي عجينة الكباب جاهزة. هلا راح شكلهم على شكل هيك راس صغيرة، وانتو فيكن تكبروهم فيكن تصغروهم. انا راح اسويهم لان صغار ولان كبار، يعني وسط. لازم تكون الأقراص كلها متساوية مثل بعضهم حتى يعطونا شكل حلو بالتقديم. وهلا راح هيك يطلعوا معنا بهالشكل. شوفوا شلون هيك صفصفتون مثل بعضهم، كنتوا على نفس الحجم مع نفس السمكية. وهلا راح هير البندورة، راح اقطع على البندورة على هالشكل وجهزهم. وهلا راح ارفعهم على البوتاجاز حتى ينشووا كويس. واللي هي اللحمه خاليه من الدهون لازم احط لها شويه من الزبده، واي نوع من الزبده ما في مشكله. راح احط لها مكعب صغير من الزبده حتى تعطي طراوه للحمه وتعطي نكهه طيبه، وما بتعلق معنا اللحمه طبعا. ولازم على النار تكون كمان نار هاديه بالبدايه، لازم تكون عاليه حتى تعطي هيك يتقلوا راس الكباب عنا هيك كويس. هلا راح ابلش اقلب على الطرف الثاني حتى هيك تصير سرعه السواء اسرع وما بيحترقوا معنا. بعد ما يشووا عنا وهيك عطينا هالشكل الكويس، رح احطهم هيك على جنب واحط من تحت طبقة بندورة. وانا رح اشيلهم شوية ملح طبعا لاني بتعطي هيك طعمة طيبة للبندورة. انت البندورة مالها لحمة، وانتو حسب الرغبة فيكم تحطوا فيكم ما تحطوا الملح للبندورة. هلا كمان بحط طبقة بندورة من فوق على هالشكل، واحط لها رشة ملح. كمان ضفت معلقة من دبس البندورة وروبتها بشوية مي، وراح هلا هيك حطها على الشكل ووزعها حتى تعطي طراوة للحمة وتعطي نكهة طيبة. وهلا راح زيهم شرائح الفليفلة بيعطوا منظر كويس وطعمة طيبة. وهلا راح اتركهم للنار شغلة ربع ساعة على نار متوسطة وبرجع لهم. وهيك اصبحوا عندي بعد ربع ساعة، وراح اتركهم كمان 5 دقايق يتعقدوا كويس. بعد ما تعقدت عندي الصوص وعطانا هالشكل، راح هلا اطفي عليهم واقدمهم. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، والف صحة وعافية على قلبكم.